حضرتك ان في ناس بتبقى هي يعني متبعه مبدأ فرق تسد. اه بمعنى يعني انا نزلت بمناسبه القضيه اللي هو بيتكلم عليها بتاعت الغربيه دي. من الواضح ان هو من الغربيه. آه، يعني لما تيجي تشوف المواضيع لما جم يحلوا، الناس ممكن تكون لما بتحس ان الموضوع هيتحل بيروحوا جايين قايلين اي كلمه عشان الناس تتفركش تاني. انا فاهم مقصدك. فلو ما كانش في حد حكيم في الوقت ده، بيتهيألي انا شايفه ان مش هيبقى في حل وهتبقى مجازر في واهل في الحل، اماكن. اهل الحل والعقد في كل المجالات، يعني في مجال الاصلاح، في مجال التعليم، في مجال الطب، في مجال كل حاجه، في مجال الصنعه، في اي حاجه. انت واخد بال حضرتك؟ ففي دور الاصلاح مش اي حد يقوم بعمليه الاصلاح، انت فاهمني؟ الا اذا كان انطبقت فيه شروط شرعيه. انت واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني ان يكون الرجل صالحا عارفا بالله